إذاعة جمهورية مصر العربية من صباحك وعسى بتفتح مزهر إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست رجال تعرف المستحيل، والنهاردة معانا ميكي وحازم ومعانا برضو مانو كمستمع وهيشاركنا الحديث لو الموضوع سمح. والنهاردة جايين نتكلم عن الهوس، وفي الأول حابين نسمع من حازم تعريفه عن الهوس ومنظوره الشخصي. الهوس هو عبارة عن حب الحاجة أو بداية كانت حب، بعد كده الموضوع تحول لمرض لهوس، فاهم؟ سواء بقى بحاجة، بلعبة، شخص، حد مشهور، بكتب، بلبس، بأي حاجة. الهوس أحيانا بيكون حاجة ممكن تكون لطيفة لو حطيتها في المكان اللي ممكن يفيدك فيه، زي إنك تكون مهووس بالعلم مثلا. وأحيانا بيكون حاجة يعني أسوأ ما هي حاجة زبالة، حاجة حقيرة، حاجة لدرجة إن أنت ممكن تسفه من نفسك ومن حياتك علشان مهووس بحد، سواء الحد ده عارف أصلا أنت عايش ولا لأ، الحد ده عارف أو مهتم أصلا الحد ده عايش ولا ميت. الموضوع كله بيبقى أنت بتفكر من نفسك إذا بشكل كان غبي. أشخاص طبيعي موجودين بالفعل في حياتك الحقيقية أو في الناس المشهورة وكده، في بالظبط، الحالتين الهوس شيء مضر يعني. شيء مضر وشيء أنا بشوفه غبي. غبي عشان بيتقلل نفسك قوي. انت لما بتبقى مهووس بالحاجه، خصوصا لما تكون كائن عامه، بيبقى محور حياتك، الكون كله انت بتصحى من النوم مهتم بحياته، سواء بقى مستقبله، هو دلوقتي عامل ازاي، الماضي بتاعه، حتى لو كان الشخص ده اصلا الماضي بتاعه ده قبل ما انت تتولد. لا، انت حرفيا مهووس بكل حاجه لدرجه انك عارف مقاس جزمته ايه، فاهم؟ حاجات كتير. الحاجات دي بتبقى بسيطه في البدايه عشان انت بتحب الشخص ده، بس بعد كده الموضوع بيبقى مرض. وللاسف اغلب اللي عندهم الهوس من النوع ده بينكروا ده، علشان في جزء كبير منهم بيبقى مش مقتنع بيه او مش شايف ده، هو شايف الموضوع كله حب مش اكتر. كلام جميل. يعني أنا ما أعتقدش ده ممكن أعترض معاك في نظرتك دي، لأنها بشكل ما هي نظرة حقيقية، لأن الهوس هو بشكل ما هو مرض. ممكن علاجه يكون موجود فعليا، بس احنا ما بنعرفش نعالجه يعني بشكل ما. الناس اللي بتبقى في الموضوع نفسه أو في داخل الوضع مش بيبقوا شايفين اللي احنا شايفينه، فمن ما هنا هي احنا المشكله ممكن. المشكله من في نقطه ايه، ان حتى لو جبنا مثلا اكتر من شخص مهووس، هنلاقي ان كل واحد بقى مهووس لهدف، لغرض معين. في واحد كان بقى مهووس بواحده بيحبها وهي اصلا ما تعرفش اللي هو موجود، انت فاهم؟ ولا حاول يكلمها ولا حاول يعمل، بس هو حرفيا مهووس بشكل غبي لدرجه اللي هو بيعمل افعال غبيه. هل هي عايزه ده؟ ما اعتقدش. وفي واحد ممكن يكون مهووس بواحده صاحبته اصلا، او هو مفهمها اللي هي صاحبته. وفي واحد ممكن يكون مهووس ممثل، انت فاهم؟ هوس متخلف. اللي ممكن يكون مهووس بالممثل ده عشان شايفه قدوه مثلا، شايفه حقق الحاجات اللي هو عايزه يحققها، شايف ان هو حقق الشهره والمجد وان كل الناس بتحبه، عايز ان هو أنا حياته يبقى مش فاهم. أنا ف مهووس بنفسي. أنا بصحى كل يوم من النوم أحسد نفسي عليا، أنا قدوتي، أنا رقم واحد يا رجل الله، أنا ربنا الكون، يهديك. أنا هي دي الكون. الفكره، ان في ناس بتبقى مهووسه عشان شايفه الشخص اللي قدامه ده عمل كل الحاجات اللي هو نفسه يحققها، فبالتالي ده بيخلي عقله يكون حابب الهوس ده وحبه هو شخصيا. ناس تانية تكون مهووسة بناس هم أصلا مش عارفين يبقوا معاهم، فبالتالي بيراقبوا حياتهم، بيعملوا كل حاجة عشان يبقوا معاهم بالشكل اللي هم شايفينه أسهل، فاهم؟ يب يب. زي حد بيحب واحد. فحتى نقطة الهوس ليها أبعاد كتير. م- في ناس لو قلت لك يعني، وفي هوس مش مضر بالنسبة لي والله، زي مثلا إنك تكون مهووس باللبس، مهووس بس طبعا مش مهووس بالأكل، عشان ممكن يجي لك مش سمنة شراهة. وتموت يعني بالأكل. هو كده بيتحول من هوس لشراهة. بالظبط بالظبط. لكن في هوس لطيف، يعني انا ممكن اكون مهووس بنوع معين من اللبس، فاهم؟ بموسيقى معينه، أنا شايف الحاجات دي. ده ممكن ننقله في النقطة الجاية، هتكون أوسع إن إحنا نتكلم فيها بالظبط عن بالظبط الهوس. ماشي. فبس فإحنا من هنا ممكن ننتقل لنقطة تانية، وهي إيه أنواع الهوس أصلا. وهنا ممكن نسأل ميكي ونشوف نظرته للهوس وأنواعه. طيب، هو الهوس زي ما حازم قال، ممكن يكون هوس بشخص، ممكن يكون هوس بنادي كورة، ممكن يكون هوس بأكل، برياضة، بمغنية، بممثل. الفكرة في إن الهوس ده، يعني حازم بيقول إن في هوس ممكن يبقى غير مضر ولطيف. يعني لا، أنا أعتقد إن الهوس كله مش، يعني هو الهوس أصلا مرض نفسي.
فاهم؟ فازاي يبقى عندك مرض نفسي غير مضر؟ والله بص اقول لك على حاجه. قول. النقطه دي مفيش حد فينا ما عندوش مرض نفسي، ده اولا يعني. هل هو مضر نتكلم بشكل موضوعي؟ يعني مثلا لما يكون واحد مهووس باللبس طب ما بالقمصان انت مثلا، يعني هو عنده 20 انا قميص وكل ما يشوف قميص يجيب قميص تاني ويلاقي نفسه بيفلس عشان هو اهو بيحب اللبس ده. يبقى اللي اضرار اهو ان انت كده انا ممكن عارف اللي تموت هو، انا بسبب عارف فرد. اللي هو مضر. انا عارف بس فاهم، انا زي ناس كتير قوي مهووسه في حاجات تانية. انا ما بتكلمش عني يعني، انا مش مهووس. المهم بس شايف الموضوع حلو، فاهم فيها ايه يا عم لما يكون عندي فيها ايه لما اتعامل مع الحاجات دي على انها كائنات حيه. اصل ساعتها موضوع الضرر هيبقى مادي اكتر، فاهم؟ بس مش هيبقى نفسي قوي، فاهم؟ واي ضرر مادي بالنسبه لي ما بحسبوش يعني. اصل اقول لك على حاجه، في الفلوس مثلا، انا دلوقتي واحد مدخن تمام، شوف لو هشرب لي علبتين في اليوم هيكلفوا كام؟ هيكسروا ال 100 وشويه. فبالتالي لما اجي ابص مثلا احسب اي حاجه تانية بالنسبه لغيري، حتى مهما كان هو بيصرف قد ايه، بس مش تبقى فارقه معايا قوي، فاهم يعني؟ انا طب ببيع يا المنتجات صاحبي بتاعتي، فبالتالي الضرر نفترض المادي بالنسبه لي على قد ما انا برضو مش حالتي الماديه اللي هي مش من ايجيبت انا، بس فاهم، بس عادي فيها ايه. طب ماشي طب نفترض ده انت بتكلم على الضرر. اصل اقول لك على حاجه، طبعا مفيش ضرر نفسي فقشطه يا معلم، انا بالنسبه لي الموضوع تمام. لا ما لا، انا ما بص أنا- بس 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 الضرر النفسي موجود أولا لأنك أنت مهووس بشيء اللي هو السجاير، والضرر النفسي ده انا بيتحول السجاير مش مهووس بيها. ايا كان انت بتصرف فلوسك وبتضيع فلوسك وبتضيع جزء كبير من صحتك، فانت كده انت اصلا انت حوار انك بتشتري سجاير ومش شايف ان ده غلط او ده مش ضرر او مش بتضر نفسك، ده ضرر نفسي، انت كده مختل. هو وهنا انا مش بشتمك كالعاده، لا انا بتكلم بجد، انك تكون بتتكلم شايف بجد؟ ان بتتكلم بجد. انك تشتري سجاير وانت بالنسبه شايف ان لموضوع شيء مضر التدخين ده، نفسيا، لا انت كده مختل. اتكلم في حوار السجاير من انا شخص بس مدخن يعني وشايف يعني مواقف غير حاليا. كده، غير كده، بس يعني انت بعيد عن الحوار وجهوا لي سؤال عشان اعرف اجاوب عليه. طب استنى بس، ماشي. بعيد عن الحوار اللي من سؤاله. انت بتقول ان انت كماديا انت مش فارق معاك الفلوس اللي هتخسرها، الضرر المادي، صح؟ نوعا ما طالما اعرف اجيب غيرهم. افرض انت دلوقتي معكش فلوس تمام. وعايز تشرب سيجاره، بس انت مش حلو. عارف تجيب سيجاره. حلو. مش ده هيأثر على نفسيتك؟ مش يومك كله هيقلب؟ بص اولا، انت في حاجه كنت عايزها بشده، ماشي يعني ماشي ماشي. مش هنقول هوس، انت في حاجه كنت عايزها بشده، رغبه في حاجه، وما ما كانش معاك الوسيله ان انت تجيبها. جميل. مش ده هيعمل ضرر لحالتك المزاجيه والنفسيه في ماشي اللحظه اللي انت واقف فيها دي؟ اتكلم. اتفضل. ماشي بص يا جماعه، اول نقطه وهي نقطه ان انا بقول ان الفلوس مش الحاجه اللي شايفها ضار قوي، وده مش عشان انا غني قد ما انا عارف يعني ان شاء الله اعرف اجيب فلوس، فاهم يعني؟ الفلوس من انا النهارده مثلا مش معايا جنيه في جيبي، وحرفيا ممكن يكون كل ثروتي 2 جنيه فكه، بس عارف ان انا ان شاء الله على بكره عارف اجيب فلوس، فاهم؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه نقطه السجاير، ان انا مثلا ممكن اكون محتاج فلوس بس بسبب هوسي بحاجه معينه واشتريتها، ممكن تكون مش مفيده قوي او مش ضروريه، فمبقاش معايا فلوس اجيب سجاير. فبالنسبه للسجاير اصلا، فانا ان شاء الله يعني ادعوا لي ان انا مساله وقت وخلاص، هتبقى مجرد فتره وخلصت. وانا شغال على الموضوع ده بقالي فتره، علشان انا من مناصرين فكره ان مفيش حاجه تتحكم فيها، تعمل كل حاجه عشان انت عايز تعملها، تمام؟ فلكن السجاير مؤخرا او من بسبب الفتره ده المعدل اللي بشرب بيه، فانا مبقتش بعرف اقعد يوم من غير ما اشرب علبه ونص او علبه على الاقل، فده مش كويس دينيا ودنيويا وصحيا وماديا وكل حاجه، فاهم؟ فعشان كده انا عامل خطه وشغال فيها ان انا ابطل بشكل نهائي يعني، ويوم ما اشرب بعد كده ابقى ممكن سجاره كل فين وفين، بس ده بمزاجي. وان شاء الله ان شاء الله يعني خدت القرار وربنا يعين يعني. نرجع بقى للنقطه الثالثه، وهي الهوس في ان انت يكون معاك فلوس وتصرف في لبس او جزمه او حزام او اي حاجه من الحاجات اللي انت بتحبها دي، مع انك محتاج حاجات تانية. فعشان النقطه دي وعلشان انا ما كنتش برضه شخص سفيه في الفلوس او مبذر او عديم المسؤوليه، فانا اضطريت في فترات كتيره في حياتي ان انا اكون اقتصادي فشل. فبقيت بعمل ايه؟ انا دايما لازم اكون مقسم اولوياتي، انا اولوياتي 1 2 3، خلصت الحاجات دي الحمد لله بقى معايا شويه فلوس، فاهم؟ طب هعمل فيهم ايه بقى شويه الفلوس دول؟ انا خلاص خلصت كل حاجه، هروح بقى اجيب بيهم الحاجات اللي انا عايز اجيبها، اللي هي هتترمي جنب اخواتها وهيبقوا متعلقين وبتاع وشكلهم كويس وهلبسهم في وقت يعني في يوم من الايام، بس مش عارف امتى، فاهم؟ هل ده غلط؟ هو غلط فعلا. طب ما تحوشهم الدنيا مش عارف ايه، بس هي دي المشكله. لكن غير كده ما بجيش على اولوياتي، ما بجيش على الضرورات. الموضوع طب ده بالنسبه لي مش تفكير، فاهم؟ اسمح لي اقطعك هنا. انت اتفضل. انت كده مش بتتكلم في فكره هوس، لان الهوس انت لما بتكون مهووس بحاجه انت هو دي اولويتك الاولى والوحيده. بالظبط لا بالظبط، لا هي دي هيبقى الفكره في كلها يا جدعان، اولويات ان انا يعتبر انا حتى هنا عايزين نبص في نقطه، نقطه ان حتى فكره الهوس مش
صحيحه عند الكل، مش معنى انك بتحب حاجه وبتجيبها باستمرار وبتضيع فلوس عليها ان انت كده مهووس، طالما بالظبط. الحاجه دي ما بتجيش على اولوياتك، ما بتجيش على احتياجاتك، ما بتجيش على الحاجه او صحتك النفسيه او علاقاتك ده الاجتماعيه. ده ممكن يصنف كشغف، طالما انت بالظبط. خلاص اخدت اولوياتك وحياتك الشخصيه علشان برضو اصل ما ينفعش نحكم بناس كتير، يعني ما ينفعش احكم مثلا على اي حد بشكل سطحي. ما هو فاهم؟ بص، انما فكره هوس يعني غير ان هو مرض، فهو انت ممكن لما تبص تقعد قدام الشخص المهووس ده، انت بتحس ان هو مش مظبوط، يعني تحس ان عنده شويه من ايه انحراف، فاهم؟ زي كده لما يكون شخص مهووس بواحده فيبدا يعمل لها ستوك، يبدا ايوه، يعمل تصرفات غير طبيعيه. مع ان الحياه ابسط من كده بكتير حرفيا، بس هو الموضوع مرضي. عشان كده انا ما قلت لكم انا مثلا ممكن اكون مهووس بحاجه بس هوسي مش مضر، ده كان قصدي بتاعي. يا جماعة ممكن بس نرجع لنقطة معينة. انواع الهوس. المهووس مش شايف إن هو مهووس، ما بالظبط. هو مش شايف ده، فهو إحنا بنحاول نوصل الكلام عشان وعلى فكره هي دي مشكله اغلب إحنا مش في الموضوع. الامراض النفسيه اصلا، بالظبط. ما حدش بيبقى مقتنع ان هو مريض. أنت مثلا مريض نفسي بس أنت مش مقتنع بده. انا مش مريض نفسي عامه. شفت انا ممكن ما يكون اعلى نظريتي واحد صح، نظريتي صح، مش صح. نظريتي صح. لا لا لا، انا بتكلم بالمنطق وبالعقل، انا اكتر شخص عاقل فيكم اسكت كلهم. اسكت، انا نظريتي بانت، انا قلتها ومشيت وانت انت صححتها، فاهم؟ ماشي يا معلم، كمل. طيب يعني عايزين ننتقل لنقطة تانية. احنا بعد ما اتكلمنا شوية في انواع الهوس، كنت اقول انواع العبث، ماشي، فانواع الهوس احنا جاي دلوقتي ممكن نتكلم عن اسبابه. هو ليه اصلا حد يبقى مهووس بشيء، وبالذات ليه يبقى حد مهووس بفنان او بلعيب كورة ما يعرفوش ومش عارف ان هو عايش. واتمنى ما حدش يفتكر ان انا بعت لعلي معلول في عيد ميلاده كل سنه وأنت طيب، يعني انا مهووس بعلي معلول دي حاجه ثانيه مش هنتكلم فيها، سكن العام. ف... فيعني انتوا شايفين ايه ممكن يكون اسباب الهوس، وليه الناس ممكن تبقى مهووسه بشخص مشهور؟ طب بص، هو يعني الهوس يعني في الأغلب كله بيبدأ من نفس المرحلة. أنت شخص الدنيا ماشية معاك بشكل سيء جدا، كل حاجة مقفلة في وشك، في أوسخ وأسوأ حالاتك النفسية، فاتجهت لشيء الوحيد اللي لقيته وحسن مزاجك بشكل نسبي، وفضلت مصمم انك تعمل الشيء ده باستمرار لحد ما بقيت مهووس ومش قادر تفكر في شيء غيره او مش قادر تعيش من غيره. يعني مثلا زي في حالة ان انت واحد عندك اكتئاب حاد، ماشي، وفي شخص نفترض بنت شكلك مش مظبوط فجت تطمن عليك عادي. واحدة شافت شخص شكله جسديا او شكله باهل، اسمها ايه، شاحب شويه، فجت تطمن عليه. فهو كشخص هو ما شافش الطيبه دي قبل كده، واعتبره ان هو حب وان هي بتحبه وان هي عايزاه، فهيفضل على بناء الفكره دي، هتفضل تتغذى على وحدته هتفضل تغذي الفكره دي باستمرار. هيبدأ إن هو يعمل لها ستوك زي ما قلت، يبعت لها جوابات، ممكن يدمر حياتها كلها، يدمر علاقاتها، لدرجة إن هي ممكن توصله إن هو يقتل أي شخص ممكن يكلمها، مش يكلمها اللي هو يضايقها، لا يكلمها. لسه مطبق على يوم من شويه، إيه ولا لسه مطبق على يوم من شويه. بالظبط. بس والله الكاركتر عسل والله العظيم. إيه الراجل مش مريض خالص على فكره. معلش أنا مش سامع. بقول لك الراجل عسل والله، مش مريض خالص على فكره. يعني فكرة ما هو شبهك زي ما قلت من شويه، المريض النفسي ما بيبقاش عارف انه مريض نفسي. لا بص، لا الموضوع ده ممكن نتكلم فيه في حلقه تانية، بس ايه، هو مش كل افعاله كانت غلط عشان نكون يا عم صراحه يعني. انا ماليش في الكرتون الياباني. على الاقل البنات اللي كانوا معاه او اللي حبوهم كانوا هم كمان بيحبوه. المهم، هي القصة دي بيستعملوها كتير. وهنا عايزين نروح لنقطه، ماشي يا ميكا، عايزين نروح لنقطه برضه مهمه. اتفضل. هو مش هوسك بالمشاهير بس، هو ممكن يكون هوسك بكاركتر في مسلسل. الموضوع ده بالظبط، غبي بتبدأ غبي غبي. تتقمص الشخصية دي لدرجه ان انت حياتك ممكن بناء تتقمص عليها. الشخصيه انا مايكل وتعمل كورليون. وتعمل حياتك عليها، انت فاهم؟ أنا باتمان. انا باتمان الحقيقي، انت تصاحبني ولا ايه؟ I am the dark, I am the night, I am vengeance. I am the dark, I am the night, I am. خلصنا. انت مش طايقها ليه؟ المهم،
فالواد يتفرج على مسلسل بتاع ذا سوبرانوس ولا جاد فازر فيفتكر نفسه جانجستا بقى، انت فاهم؟ بتلاقيه مش عارف عامل نفسه مايكل كورليوني، لا لا مش يتعامل مع الناس على انه زعيم مافيا بجد، انت فاهم؟ لا هو ماشي حاسس جواه بالسيجار اللي هو بقى، ايه. ماشي بالسيجار في ايده، ولابس التكسيدو اه انت فاهم؟ والعكاز الخشب. زي بالظبط كده العيال السرسجيه لما يسمعوا اغنيتين مهرجانات وبتاع عن ان هو جامد ويقدر يشيل جبل ويقتل كتيبه ومش عارف ايه. فهو من كتر الفراغ اللي في حياته، وما اعرفش بقى هل ده شعور بالوحده ولا بالشفقه ولا الغباء، ايا كان المبرر اللي ده، ولا أنا مش متعاطف معاه بصراحه. هو بيصدق نفسه، هو بيملى الفراغ ده بالهري اللي بيسمعه في المهرجان او في الحاجات اللي بيشوفها في المسلسل، فبالتالي بيعيش في وهم. الموضوع ما بيبقاش هوس، بيبقى وهم. انت بتبقى موهوم ان المسلسل ده انت الكاركتر اللي فيه، انت بطل قصتك، انت مش عارف ايه، فتبقى مهووس بالمسلسل فشخ وتبقى مهووس بالكاركتر فشخ، فبالتالي تخلي حياتك هي المسلسل الخيالي ده اصلا. فهنا الهوس انتقل من نقطة ان انت مهووس بحاجة لان انت بقيت جوه العالم ده وعايش في وهم كمان. بالظبط، هي هروب. زي ما حازم قال بالظبط كده، ان هو شعور حلو وجميل، بس هو بيبقى من ناحيه طبيه بقى هو شعور مزيف بالدوبامين. هو دوبامين طالع على الفاضي اكتر. انت متحمس للحاجه دي، وهل الحاجه دي حقيقيه؟ لا، بس انت متحمس لها. يليها بقى بعد فتره بتلاقي نفسك مكتئب، تمام، فبتخش بقى في مرض نفسي. فمحدش يقول ان الهوس ده مش مرض، لا، الهوس ده مرض ومرض 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 ومحتاج علاج بس نفسي. عارفين يا جماعة المشكلة فين؟ في يعني لو بصينا الموضوع مثلا، عملنا دراسة سريعة جدا، هنلاقي إن أغلب، مش هقول كلهم، الناس المهووسة بالأفلام أو المسلسلات أو بالكاركترات اللي بيخلوا حياتهم كده ومش عارف إيه، أو المشاهير أو الناس دي، هو أشخاص انطوائية. اه حياتهم الاجتماعية مش كبيرة، فبالتالي هم يا بيبقوا صاحبي، عايشين في عالم ليهم لوحدهم من كتر ما هم تقريبا ما فيش حد يشاركوه. وعشان كده لما بييجوا يتعاملوا مع الحياة العملية بيقعوا بسهولة جدا، بينهاروا بشكل غبي، يا عشان صاحبي، بيلاقوا إن الحياة مختلفة تماما عن المسلسل أو الكاركتر اللي هم بانيين حياتهم عليه، فما بينجحوش، بيبقوا شخصيتهم تبقى هشة. وفي ناس بتتحول لشخصيات نرجسية خارجيا كده، فاهم؟ يبين لك ان هو شخصيه مش عارف ايه، بس انت لو فاهم هتعرف اللي هو من جواه اللي هو شخص عبيط، هو اهبل هو، بس هو ايه، هو بيحاول يبين لك ده علشان فاكر ان هو كده، او ان هو لازم يكون كده، بس مع اول قلم بيقع على الارض وبيقعد هو يعيط. الهوس فانت ليه تعمل في بيستهدف. نفسك كده يا معلم؟ ما تخرج للعالم والله وروح اتخانق، اشرب سجاير، اعمل انت عايز تعمله، فاهم؟ الموضوع ابسط من كده، فاهم؟ ما يا صاحبي، انت كده كانك بتقول له روح خلي عندك هوس بشيء مختلف. مش هو ده شيء مختلف، اللي هو يا جدعان ما ينفعش تاخد حياتك او تجاربك او الحاجات دي كلها من فيلم او مسلسل، ما ينفعش تبني حياتك عليهم، ما وهو بقى ينفعش تعمل كده من بيستهدف كاركتر الناس حد الضعيفة. مشهور او شخصيه ناجحه او مش عارف ايه. الحاجات دي كلها فيها خبايا، يعني فيها خفايا كتير قوي. اي حد انت بتشوف منه النظره السطحيه بس اللي هو عايزك تشوفها، مفيش حد يستاهل يكون قدوه في العالم ده كله. غير كده انت ممكن، يعني انت نظرتك للبتاع ده غير نظرة شخص تاني، فانت ممكن تفهمها بأكتر من طريقة. ممكن الطريقة اللي انت فهمتها بيها بسبب حياتك او تجاربك السيئة تخليك عرضة ان انت تتعلق بالشيء ده بشكل سلبي، سلبي جدا يعني. الموضوع فيه حاجات كتير، بس في النهايه يا جماعه موضوع مضر ضررا محضا، ما فيهوش اي حاجه ايجابيه يعتبر خالص. مهما كنت انت لو حسبت الوقت والمجهود واللي انت بتضيعه في هوسك في حاجه مثلا زي دي، في شخص ما، او سواء كان مشهور ولا لاعب كوره ولا كاركتر في المسلسل ولا حاجه، لو حسبت انت قعدت تضيع قد ايه من مجهودك وفكرك والحاجات دي كلها في انك بتدور على الحاجات بتاعته او بتعرف حياته او مش عارف مين مات مين عيا، مش عارف الكلب بتاعه حصل له ايه، هتلاقي الحاجات دي كلها انت لو كنت استخدمتها في حياتك انت، في مستقبلك انت، في هدف ليك انت، هدف ملموس على الاقل انت عايز توصل له، انت هتنجح. فليه نعمل في نفسنا كده؟ فاهمين ليه؟ هي دي الفكره كلها. المشكله احنا عالم تالت برضو، يعني احنا دوله، مش عارف. انت بتقعد تلهي نفسك بالماتش، اتفرج على الماتشات، ما العالم كله اتفرج على ماتشات وكوره، بس ما بتبنيش حياتك عليهم، ما تسيبش مستقبلك وده 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 وده، وتبقى كل حاجه بالنسبه لك مش فارقه معاك ومش مهتم بيها، بس مهتم بحاجات تافهه اصلا في الاصل معموله لمجال ترفيهي. ده هوس انت اخترت انك يا معلم تخدر دماغك وتبقى مهووس بحاجات اصلا مش هتفيدك بحاجه، علشان بس تبقى حاسس ان انت مرتاح، تبقى حاسس ان انت تمام.
طيب أنا شايف إن أنا ممكن ننتقل لنقطة أخيرة، وهي إيه أضرار الهوس على الجانب النفسي وعلى الحياة الاجتماعية. ولو بيقدم أي ضرر صحي فإحنا معانا دكتورين يقدروا يفيدونا في الموضوع ده ويكلمونا عن أضراره النفسية والصحية. بص، انا زي ما قلت في الاول خالص لما اتكلمت قلت لك ان هو بيقلب معاك بشعور بالسعاده، وبعد كده شعور بالاكتئاب. ده بعدين على المدى البعيد بيخلق عندك بقى اسمه ايه، اللي هو بتبقى شخص ثنائي القطب. تمام؟ يعني بتبقى المريض ده اللي هو انت عندك شخصيتين، مش انفصام. خلي بالك، هو مش انفصام، بس انت بتبقى عندك الشخص ده شخص جواك مبسوط قوي، وشخص جواك برضه مكتئب قوي، الاثنين في واحد. فاهم؟ مم. لحد دلوقتي مفيش اي علاج بالادويه، تقريبا كلها بتبقى مهدئات، لان الشخص ده بيأذي نفسه في الاخر، في مراحل متاخره يعني من المرض بيأذي نفسه. فمفيش اي علاج بالادويه يمكن يكون شغال كويس غير المهدئات والمنومات. فهو الشخص ده بيلجأ للطبيب النفسي والاعاده التاهيل بقى، بيظبطوا الهرمونات من اول وجديد. بس لا ده اللي اقدر برضه اقوله في يعني الموضوع. عايز اقول هو نقطة يعني معلش يا ميكا قاطع. في عجالة مشكلة بالله الموضوع، عليك. لا ما آخر حاجة بس، مشكلة الموضوع ده برضه الدور النفسي، إن مثلا لو جينا نبص هنلاقي إن في ناس كتير قوي بتنتحر بعد ما المشهور اللي كانوا مهووسين بيه مات. هم انتحروا حرفيا، في ناس كتير قوي انتحروا مش وفي بس سجلات. نوت ارتبط بس لحد غيره، فاهم؟ هو معتقد ان الشخص ده اللي هما الاتنين مخلوقين لبعض. فهو مثلا المشهور ده ارتبط بواحدة مثلا، انا ما اقدرش اعيش خلاص، هو ازاي يخوني مش عارف ايه. فهو لو هو الشخص المهووس ده يقدر يوصل للشخص المشهور ده ممكن يعمل فيه حاجة، ما يقدرش يوصل فيه، فهو الحل الوحيد قدامه بيبقى ان هو ينهي حياته، لان هو مش عايز يعيش في عالم هما الاتنين مش فيه سوا. بالظبط. أنا عن نفسي أنا مش مهتم بدورك لنفسك بأمانة. يعني أنت مهووس، هيحصل لك إيه، هتنتهي إزاي، دي ما مش فارقة معايا قوي، بس ما تفرقش الناس معاك. فاهم يعني؟ خلاص بقى، انت موجود اقعد في اوضتك ما تخرجش، ما ترجعش دماغك. فاهمين؟ والله انا شايف ان انت لو شخص مهووس لو قعدت معاه بالراحه ما انا مش هنقعد بقى يا عم نقعد ندادي ونعلم مش ونربي ونعمل. هتتعلم هو ده ولا الصح يا هتتعلم. حبيبي. هو احنا مش داخلين خناقة ومش داخلين حرب، دي حاجة إنسانية إنك تكون بني هو آدم غير وتحاول كده غير تعالج كده الناس، ده الصح. منذ الانسان. لا مش منظور الإنسان، ده الهدف إنك عايش. مش مشكلتي بقى إنك ما أنتش شايف نفسك بني آدم. يا لما عم هو انا بني غير ادم وكل كده حاجه، انا طيب يا ماشي اسطى، ماشي ماشي. لما انت حازم يا صاحبي يا اخويا اللي قاعد معاك وتشوفني بعمل حاجه غلط وبضر نفسي وما تجيش تنصحني، يبقى انت لا صاحبي ولا معرفه ولا ترتقي انك تكون بني ادم. لما هي دي الفكره تلاقيني يا ميزو. انا قلت لك ايه في البدايه؟ قلت لك ايه يا جماعه؟ انا دلوقتي بتكلم على نقطه هوس ايه. ايا كان انت بتحاول لا مش تساعدني. ايا كان. اما انا ايا مثلا كنت شخص اصلا انا ما اعرفش حاجه عن حياتك. يعني انا واحد بروح شغلي بعمل اللي بعمله وبنجح ايا كان، ويبقى في حد اصلا هو ماشي عمال يراقب حياتك وياخد باله من مش عارف ايه، حازم لدرجه ان حازم هو مع الوقت ممكن الموضوع يوصل معاه لمرحله عاليه جدا ان هو يأذيك. حازم مم. دلوقتي انا وانت اصحاب بقالنا مده، تمام، تمام. وانا عندي صلاحيات في حياتك ان انا اتدخل فيها بشكل ما. حلو. تمام. انت دلوقتي يا حازم عملت حاجة غلط كذا مرة قدامي، وانا من غير ما اعرف ابعادها واعرف هي مسيطرة عليك ازاي واعرف مدى تعلقك بيها، باجي اخش لك اشتمك واقول لك يا حازم بطل تعمل الخرا ده، يا حازم فوق لنفسك. وانت نفسك ساعتها يا اما بترد عليا بهجوم وتقول لي ان انا هعمل كده لاني حابب ده وان ده اللي انا شايفه صح، يا اما بنقعد نتناقش واحد اتنين تلاتة وبعدها بفترة تقول لي انت مش عارف كان عندك حق ولا انا بطلت الحوار ده ولا انا شفتها بنظرة تانية والموضوع بيتحل. هي الفكرة في كده، الفكرة انك طول ما انت قادر تصلح حاجة في حياة حد انت فعلا باقي عليه او هو فعلا فارق لك، فانت ما تتأخرش في ده. ماشي. ما اقول لك على حاجه، الاستثناء ده طبعا كل قاعده استثناء، وانا بستثنى فيهم صحابي واهلي. فاهم؟ طيب ما هو ده الطبيعي، ما اصل ماشي. مين لكن هينصحني؟ مش اي حد. لكن مثلا مش مثلا اكتشف يعني انت مثلا انت يا عم بقيت حد ناجح جدا، وفي الاخر في واحد او واحده ايا كان حرفيا هو من كتر هوسهم هم الموضوع بقى غبي بقى مقرف. مش هتقعد بقى تحاول تعالجه وتنصحه وتقول له مش لا بقى يا عم ما قرفناش. انت فاهم؟ مش هروح اقتله برضه، بس الموضوع مزعج. الموضوع مزعج ورخم، خصوصا لما انت مثلا تكون شخص كويس. فاهم؟ او انا بعاملك بشكل كويس وانت مع ذلك ما تبصش ده، تبقى اناني، تختار انك تشبع هوسك، ما تفكرش في الشخص اللي كان كويس معاك. فهنا حتى مش هنبقى اصحاب. فاهم؟ فالهوس انا زي ما قلت وبكرر، انت لازم يكون عندك اصلا عشان تتعالج منه، لازم يكون انت عندك القابليه لده. غير كده انت مع نفسك بقى، لكن ما تاذينيش. فاهم؟ انا مش هاجي اعالج ده واعالج ده واعمل ده. عندك قابليه انك تعالج مفيش مشكله، ننصح وتروح بقى شوف هتعالج هتعمل ايه بتاع. طيب لكن انا هنا بتكلم عن الاذى بشكل اجتماعي، الاذى النفسي للغير، مش ليك انت اخترت بس. طيب
ميكي، انت شايف انك حابب تضيف حاجة؟ لا أنا كده خلاص. طيب، ومن هنا بعد كلام حازم وبعد النقاش اللي خضناه كلنا وبعد الكلام اللي قلناه عن الهوس بشكل عام، إذا كان إيه الهوس وإن هو وأنواعه والأسباب وكده، وقد إيه إن الهوس حاجة ملهاش أي جوانب إيجابية، هي حاجة مضرة بس إذا كان للشخص المهووس أو للحاجة اللي مهووس بيها. ففي الآخر نتمنى إن كل الناس تهتم بحياتها، تهتم بصحتها النفسية، تهتم بإنها تهتم بحياتها مش بحياة شخص تاني، تبقى مهووسة إنها تنجح، تبقى مهووسة إنها تبقى حاجة أفضل، عشان في الأول وفي الآخر محدش هيفيدك غير نفسك، وصحتك النفسية أهم من أي حاجة في الدنيا. وبس كده، حابب أشكر ميكي وحابب أشكر حازم ومانو. وبس، دي كانت حلقة الهوس من بودكاست رجال تعرف المستحيل، وسلام عليكم.